اللغة التي يسبحون بها. وتعرف أيضا حتى الحيوانات وردت الروايات المتكاثرة أنها تعرف محمدا وآل محمد. لها شعور ولها معرفة. الآن أضرب لك مثل بعض الروايات. رواية يسأل أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الثور ليش نشوفه مطأطئ؟ شكل الثور يعني جثة كبيرة، ولكن شيء ملفت أن الثور ترى رأسه مطأطئ. يقول الإمام سلام الله عليه أن أصل الثور كان رأسه شاهق مرتفع، لكن لما عبد العجل من دون الله عز وجل استحى الثور فطأطأ خلقة. زين، طأطأ حياء من الله عز وجل. أو مثلا بعض الروايات تتكلم حتى عن البومة مثلا. البومة الآن تعد من الطيور الوحشية اللي تسكن بالخراب، صحيح؟ ويضربون فيها بعض الأمم الأمثال بالحكمة. البومة كان طائر اجتماعي مع الناس، يأكل معهم ويتواجد على موائدهم. زين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وأنا أدري أن في بعض الناس يستخف في مثل هذه الروايات. زين، يستخف. أنا ما أخاطب هؤلاء، أنا أخاطب ناس يعتقدون بالغيب ويعتقدون بأن الطريق إلى العلم الصحيح هم محمد وآل محمد. ولا أمثال هذا من الخزعبلات اللي تروى على قولتنا احنا نقول شعيط ومعيط. زين، أمثال هذه الطرهات اللي تروى عندهم كثيرة، لكن احنا نرويها وإن كانت عجيبة على بعض أسماع، لكننا نحن نرويها عن معين صافية، نأخذها عن معين صافية: محمد وآل محمد. البومة كانت مع الناس على الموائد، لكن لما قتل الحسين سلام الله عليه آلت ألا تجالس هؤلاء الناس. الإنسان اللي تجنى وقتل الحسين عليه السلام: أنا أألف الخراب، قالت أألف الخراب وأكون بعيدة عن هالمجتمع. وهذا مو بعيد أصلا، لأن الحيوان له شعور وله معرفة، فهو يسير في محيط طاعة الله. شوف شو يقول القرآن، يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سيادة القاضي، أنا عندي تقرير طبي إن موكلي يتعاطى رائحة الإسفنج المحروق. شنو رائحة الإسفنج المحروق؟ من طلعتها بعد؟ يعني رائحة الإسفنج المحروق شو تسوي؟ لا يعني مخدرات طلعوا. شوف، أنا مؤمن أن العمائم وأتباع العمائم مؤمنين بنظرية التطور حتى قبل أن يكتشفها داروين، ولكن بالعكس تقول نظرية التطور إن الإنسان تطور عن أصول مشتركة مع الحيوانات، مرت بمراحل انتقالية من كائنات شبه بشرية وصولا إلى الإنسان الحالي أو الإنسان الحديث. ولكن عند العمائم وأتباع العمائم التطور عكسي، الإنسان يخلق إنسان ومع مرور الوقت يتطور ويصبح حيوان. وأقرب مثال على ذلك هذا المعمم يوجد في رأسه عقل كلب مو عقل إنسان. عزيزي المشاهد، حلقة اليوم جميلة جدا، لذلك أنصحك بالمشاهدة إلى النهاية. دعونا نبدأ. يعني الشخص الذي نزل على مريم هو الإمام علي سلام الله عليه. هلا ما فيش عندي دليل، فيش عندي رواية على هذا الموضوع، ممكن يكون في رواية أنا لم أجدها. العمى في عيونك ما إيش حشا، والحشا إذا بيحطوك بين 4 حيش بتضيع بيناتهم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. أنا محمود وهذا برنامجكم
خمينيات. عزيزي المشاهد، هل تعلم أن الضغط على زر أعجبني هو أكبر دعم للقناة وللمحتوى الذي نطرحه في هذه القناة؟ الضغط على زر أعجبني لا يكلفك شيء، ولكن يعني لنا الكثير. أرجو منكم الضغط على زر أعجبني. كما تعلمون أعزائي المشاهدين أن أبونا آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام عصى الله عز وجل، فعاقبه الله وأنزله من الجنة إلى الأرض بسبب هذه المعصية. ثم دعا آدم ربه بكلمات فتاب عليه. هذه القصة الكل يعرفها، لكن السؤال هو ما هي هذه الكلمات التي دعا بها آدم الله عز وجل فتاب عليه؟ دعونا نشاهد، لكن لا تنصدموا. توسل الأنبياء بسيد الشهداء قبل ولادة الحسين. الأنبياء توسلوا بسيد الشهداء. خير دليل من كل وحدة مثال واحد، لأن المصيبة طويلة. من كل وحدة مثال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة، أقرأه ياي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عند الفريقين ما هذه الكلمات؟ الرأي الأول، الرأي الثاني، أنا تطرقت لها بشكل مفصل هذه الآية مع كل المصادر في بحوث أخر. من جملة ما قيل في الكلمات، بس أريدها قوية إن شاء الله. يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. قال إلهي لما أقرأ وأذكر هذه الأسماء قلبي يستر، ولكن إن وصلت إلى هذا الاسم الأخير عيوني تدمع، قلبي يخشع، قلبي يحترق. قال بلى، هذا الحسين ابن علي، هذا الحسين ابن فاطمة. ثم أخذ يقص له قصة الحسين، وآدم يبكي، آدم يبكي على الحسين عليه السلام. هذه ميزة لسيد الشهداء. انتوا جبتوا لي جميع الامراض اللي عرفها العلم وما عرفهاش العلم، وجبتوا لي جميع الافكار المحبطة. مهدي الطرفي كذاب، قال إن آدم عليه الصلاة والسلام توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعلي وبفاطمة والحسن والحسين. ولكن القزويني ليس فقط كذاب ومبالغ أيضا، قال إن آدم عليه الصلاة والسلام توسل بهم وتوسل أيضا في الأئمة المعصومين. قال له يا آدم ألا أعلمك كلمات تدعو الله بها؟ قال بلى يا جبرائيل. الذي يقول الآن قرأنا آية 37 فتلقى آدم من ربه كلمات. شنو هي الكلمات؟ رواية يرويها السنة والشيعة أن جبرائيل لقد آدم قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي وارحمني فإنك أرحم الراحمين. الله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي فتب علي، نعم، فارحمني وأنت خير الراحمين. مرة بها ارحمني خير الراحمين، مرة بها اغفر لي فأنت خير الغافرين، مرة تب علي فأنت إنك أنت التواب الرحيم. لكن بعد ذلك قال أكو كلمة مهمة، ذيك الكلمة المهمة هذه الاستغفارات والكلمات ما تكمل إلا بها. قال شنو؟ قال اللهم يا حميد بحق محمد صلوا على محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين.
لما سأل الله بهذه الأنوار الخمسة وبذريته الطيبين الأطهار، خلص بعد ما بقي عليه كل شيء. الله سبحانه وتعالى رد عليه مقامه الأول وزاد عليه، زاد عليه، حيث يقول تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى. هاي من وراء التوبة، من وراء هالكلمات. تريد الله يصطفيك؟ تريد الله يعطيك نفس المقام؟ عليك بهذه الكلمات. هالكلمات توسل بها آدم، توسل بها نوح، توسل بها إبراهيم لما ألقي في نار نمرود، توسل بها موسى، جميع الأنبياء بل الملائكة المقربون إذا أرادوا أن تحل لهم مشكلة أو تقضى لهم حاجة وهم يتوسلون بهذه الأنوار الطيبة. محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطاهرون صلى الله عليه. قبل ما ينزل آدم، بل قبل دخوله الجنة، آدم أمره الله تعالى: آدم شيل راسك انظر إلى ساق العرش. شاف أنوار متلألئة، قال: يا رب ما هذه الأنوار؟ قال الله تعالى: قال يا آدم هذه الأنوار أنوار ذريتك الذين في صلبك، وإنما أمرت الملائكة أن يسجدوا لك لهذه الأنوار، ولولاهم ما خلقتك. تسمع الله يقول له لولا هذول الأنوار، قال سمهم، سماهم هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بل أنوار الأئمة الآخرين. ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هاي قبل ما ينزل آدم، قبل ما يخش الجنة، قبل ما يخرج من الجنة، عرف زين. لما نزل إلى الأرض نزل عليه جبرائيل، قال: يا جبرائيل تذكر الأنوار اللي شفتها؟ قال: نعم. عرفتهم؟ قال: نعم. قال: ادعو الله له بأسمائهم. فدعا الله سبحانه وتعالى بأسمائهم. بعضهم قالوا: فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات شنو كانت؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. وبس هاي كانت حلقة اليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في برنامج خمينية وتفعيل جرس الإشعار لحتى يصلكم كل جديد من خزعبلات المعممين المضحكة، إلى أن أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ولذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. كان معكم أخوكم محمود، ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. ولذلك الحين أستودعكم الله. ملاحظة: اللي وصلوا معانا لهذا الوقت من الحلقة، أرجو أن تكتبوا ماذا تريدوا أن نعرض في الحلقة القادمة تحت اسم هاشتاج خمينيات، حتى أشوف هذا التعليق مميز عن باقي التعليقات. أرجو أن تشاركونا آراءكم. وبس هيك. السلام عليكم.